يا مساء الجمال، يا مساء العسل على احلى متابعين في الدنيا كلها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس وتعملوا كومنت يوصلكم كل جديد. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يلا بينا يا حبايب قلبي، هنعمل معاكم النهاردة الرز بلبن بطريقة سهلة خالص وبسيطة. يلا بينا. هنحط الحلة بتاعتنا على النار. بعد كده معايا كيلو ونص لبن جاموسي زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بيه. واللبن ده انا حاطه عليه كوبايه سكر. اهو السكر اهو باقي في القعر اهو. انا حطيته على اللبن وقلبته كويس. وهننزل الباقي اللي في الحله وهنقلب كويس اللبن بتاعنا. اللبن ده على البارد يا حبايب قلبي. اللبن ده مش مغلي، عشان نعمل الرز بلبن لازم اللبن بتاعنا يكون زي ما هو محتفظ بخيره ومحتفظ بقشطته. وكل لبن دسم زي اللي هو الجاموسي. وده كان عندي رز جاهز مسلوق خالص. ماشي. لما يبقى عندنا رز مسلوق ناخد منه، بس اهم حاجة لا يكون عليه زيت ولا اي حاجة، معمول بلبن بس عليه ملح عادي. وهننزل كمان بحبة سكر لان حسيت ان هو لسه عادب. وهنقلب باستمرار زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. وهنمسك بقى. انا هحط معلقه سحلب كبيره عشان تطعم معايا. دي افتكاسه يعني يا حبايب قلبي، معلقتين سحلب. وهنحط معلقتين كريم شانتيه. وهنحط معلقتين نشا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. وهنبدأ ننزل عليهم بالميه. وهنقلب كده بالراحه. الطبق بتاعي يعني شكله كده هيوقع مني. هحطهم بقى في حله كده وعشان اقلب براحتي زي ما انتم شايفين كده. مش عارفة اقلب، فقلت اما اجيب بقى الحلة عشان اوسع على نفسي وانجلهم فيها عشان اقلبهم كويس. اللي السحلب بتاعي كان فيه سمسم زي ما انتم شايفين، هو اللي عايم على الوش الطبق ده. هننزل بيه في الحلة عشان اوسع على نفسي واقلبهم كويس. وهنرجع بقى للحلة بتاعتنا وايدنا باستمرار في الرز بلبن علشان ما يعجونش مننا ويعمل كلاكيع. هنقلب بقى السكر كده مع اللبن مع الرز. وهننزل بقى زي ما قلنا سحلب على نشا على كريم شانتيه هننزل بيه. وهنقلب بقى، نبدأ نقلب باستمرار وايدنا فيه علشان عشان الرز بلبن بتاعنا ما يكلكعش يا حبايب قلبي. وهنقلب باستمرار. وهنفضل نقلب برضو بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه. وكده خلصنا الرز بلبن بتاعنا وطفينا عليه. وهو يا حبايب قلب الرز بتاعنا، الرز بلبن ده شوفوا قوامه وخفيف وحلو ازاي، مش معجون. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنبدأ بقى نعبي بقى في البولات بتاعتنا. وهنبدأ نكمل بقى تعبية في البولات بتاعتنا لحد ما نخلص. ودي شكل البولات بتاعتنا بعد ما خلصناه يا حبايب قلبي. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا ونال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس وتعملوا كومنت، هيوصلكم كل جديد. وانتظرونا في اي اكلة جديدة من اكلات احمد ومحمد مطبخ شيري.
بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا نزوق بقى الطبق بتاعنا بالزبيب. ولو عندنا مكسرات او اي حاجة نزوق بيها، انا متوفر عندي الزبيب. قلت انا ايه هزوقه بالزبيب بقى، اللي عنده سوداني او عين جمل او مكسرات كاجو او حاجات من دي ممكن يزين بيها. اي حد عنده اي حاجة متوفرة يزين بيها. وكده يا حبايب قلبي يكون الفيديو بتاعنا انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني، باي باي.